المشاهدون الأكارم، صلى الله مساءكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في فترة بثنا المساء لهذا اليوم، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نمو جيد للمزارع في عدائح. إسهام سد محابار لتوفير المياه. وبحث مكافحة كورونا في مديرية شنبكم. بيونغ يانغ تختبر بنجاح صاروخ مضاد للطائرات. الكونغرس الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة تجنب الإغلاق الحكومي. واتفاق بين صربيا وكوزوفو يقضي بإنهاء التوتر القائم على حدوديهما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مكتب الزراعة في مديرية الضعيح بأن معظم المزارع توجد في وضع جيد. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد أبراهام بياني النمو الجيد لمزارع الذرة والبقوليات المزروعة في مساحة 6362 هكتار نتيجة غزارة الأمطار. ودعا المزارعين الإسراع لجمع المحصول توخيا من الأمطار المتأخرة التي تتلف المزارع. أفاد سكان محابار مديرية قندع أن السد الصغير المشيد عام 2019 يسهم لتوفير مياه الشرب والسقي. وأوضح السكان أن ماشيتهم تجد المياه عن قرب لامتلاء السد، فضلا عن مساهمته للشرب والري والزراعة. من ناحية ثانية يقوم سكان محابار بأنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه. وذكرت مديرة ضاحية محابار السيدة جبريلا جبر سلاسي عدم نمو معظم شتول الأشجار البالغة 6500 شجرة لشح الأمطار والمسببات الأخرى، مشيرة إلى نمو جيد لحوالي 13,000 شجرة غرست على جوانب السد هذه السنة. بحثت مديرية شامبيقو الاحتياطات الواجب اتخاذها من المجتمع عامة والطلاب والجهات الناشطة في المجال التعليمي لمكافحة وباء كورونا مع بدء العام الدراسي 2021-2022. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية شامبيقو الأستاذ سسوا ميكيل أرايا المدارس لتنفيذ جاد للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا لعدم زوال مخاطر الوباء. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن وباء كورونا يحمل المجتمع عامة والمعلمين خاصة مسؤولية مزدوجة. وقال مدير مديرية شامبيقو السيد كحساي أسرات أن مثل هذه النقاشات تساعد لتنفيذ برامج العمل المخطط لها، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية في جهود الدفع بالعملية التعليمية. وشدد مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية شامبيقو الأستاذ سسوا ميكيل أرايا على أهمية دور المجتمع والإدارات المشاركة كافة الأطفال في التعليم. أعلنت جمعية أصحاب سيارات الأجرة نمو 90% من شتول الأشجار التي غرستها في شهري يوليو وأغسطس الماضيين في الإقليم الأوسط نتيجة المتابعة والرعاية. وأوضح رئيس الجمعية في الإقليم السيد منقس جيلا ميكائيل القيام المتابعة لشتول الأشجار المغروسة في ماي دمنت بحملة التنمية الوطنية الخضراء، وسيقومون بتبديل الشتول الجافة. في غضون ذلك قام أعضاء جمعية السيارات الأجرة بالتبرع بالدم يوم الأول من أكتوبر. وذكر المدير الطبي لبنك الدم الدكتور يوهانس تخستي وممثل قسم الزراعة الأراضي في الإقليم الأوسط السيد بهرام تخلاب أن مبادرة جمعية أصحاب سيارات الأجرة لها إسهام كبير لإنقاذ الحياة ونمو التنوع الأحيائي. مشاهدينا، فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا مضادا للطائرات طورته مؤخرا في أحدث تجربة تنفذها بيونغ يانغ في إطار سلسلة عمليات إطلاق أجرتها أخيرا.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية أجرت في 30 من سبتمبر عملية إطلاق تجريبية لصاروخ مضاد للطائرات طورته مؤخرا. وهذه التجربة الصاروخية الجديدة هي الأخيرة في إطار سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفذتها كوريا الشمالية مؤخرا، بما في ذلك تجربة أجرتها هذا الأسبوع، وأكدت في أعقابها أنها اختبرت خلالها بنجاح إطلاق صاروخ انزلاقي فرط صوتي في تطور من شأنه إذا ما تأكد صحتها أن يغير المعادلة، إذ إن سرعة الصواريخ الفرط صوتية تزيد عن 5 أضعاف سرعة الصوت. والخميس حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن التجارب الصاروخية التي تقوم بها كوريا الشمالية تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن. تجنب الإغلاق الحكومي. قالت الولايات المتحدة ميزانية مؤقتة تحول دون شلل إدارتها الفيدرالية، وتربح رئيسها جو بايدن من واحدة من الجبهات الكثيرة التي يصارع فيها من أجل تمرير مشاريعه في الكابيتول. وبعيد ساعات على إقرار مشروع قانون الموازنة المؤقتة في الكونغرس، صادق الرئيس الديمقراطي على النص ونشره قانونا نافذا. وكان مجلس النواب قرر بتأييد 254 نائبا ومعارضة 175 نائبا مشروع قانون الميزانية المؤقتة الذي يمتد العمل بالميزانية الحالية لغاية 3 من ديسمبر، وذلك بعد ما تبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة. ودخلت البلاد في سباق مع الزمن لإقرار هذا النص قبل انتهاء السنة المالية، وحصل النص على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين أيضا. ورحب زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك تشومر بوحدة الصف هذه، وهي أمر نادر ما يحدث. ومن المتوقع أن تكون الأيام المقبلة الأكثر صعوبة حتى الآن في ولاية بايدن، إذ إنه يتفاوض مع الكونغرس لتمرير مشروعي إنفاق ضخمين وإصلاح لرفع سقف الديون من دون دعم الجمهوريين. أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للحوار بين صربيا وكوزوفو ميروسلاف لاجاك أن صربيا وكوزوفو توصلتا إلى اتفاق لإنهاء التوترات وخفض الصعيد على حدوديهما. وشهدت العلاقات بين كوزوفو وصربيا التي لم تعترف أبدا باستقلال إقليمها السابق ذي الأغلبية الألبانية توترا دام أياما. في 20 من سبتمبر تصاعدت التوترات على الحدود بين كوزوفو وصربيا، حيث بدأت سلطات بريشتينا في تطبيق قاعدة لإزالة لوحات السيارات الصربية من السيارات التي تدخل كوزوفو واستبدالها بأخرى بصفة مؤقتة. وقال مسؤول كوزوفو إنه سيتم استبدال لوحات الترخيص الصادرة في صربيا بأخرى مؤقتة، وأنه تم نشر الشرطة الإضافية لتطبيق المعاملة بالمثل. وانتشرت الشرطة الخاصة في كوزوفو بمركبات مدرعة على الحدود، كما رفع صربيا مستوى التأهب لجيشها ونشرت دباباتها بالقرب من الحدود. أكد مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن بركان كيلوا في هاواي بدأ في الثوران عند قمته، وأظهرت لقطات للحفرة نوافير من الحمم البركانية تغطي أرضية الفوهة وتصاعد السحب من الغاز البركاني. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، الثوران البركاني ليس في منطقة بها منازل، ويتم احتوائه بالكامل داخل حديقة هاواي فولكانوز الوطنية. وقال المسؤولون إنه تم الكشف عن زيادة نشاط الزلزال وتضخم الأرض، وفي ذلك الوقت رفع مستويات التأهب وفقا لذلك. وأشارت الوكالة إلى حدث انفجار كبير في كيلوية في عام 2018 دمر أكثر من 700 منزل وشرد الآلاف من السكان. وقبل ذلك الثوران كان البركان ينفجر ببطء ليقود، ولكن في الغالب لم يكن في مناطق سكنية. وقبل اندلاع عام 2018 الرئيسي كان بركان كيلوا يثور منذ عام 1983، وكانت تيارات الحمم البركانية تغطي المزارع والمنازل الريفية. وخلال ذلك الوقت وصلت الحمم البركانية أحيانا إلى المحيط، مما تسبب في تفاعلات مع الماء. ختام هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. نمو جيد المزارع في عدغية. إسهام سد محابار لتوفير المياه.
بحث مكافحة كورونا في مديرية شامبيكو. بيونغ يانغ تختبر بنجاح صاروخ مضاد للطائرات. الكونغرس الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة تجنب الإغلاق الحكومي. واتفاق بين صربيا وكوسوفو يقضي بإنهاء التوتر القادم على حدوديهما. انتهت النشرة، إلى اللقاء.